هو ازاي الجيش المصري ساكت على كده؟ هو مش جيش مصر مصنف عالميا؟ ليه ما يدخلش فلسطين ويدي للجيش ابو نجم علقة موت ويخلص اخواتنا من كل الهم ده؟ ده لو بس فرقة الصاعقة نزلت هناك هتخلص على كل قوات الاحتلال اللي موجودة، ومفيش اطفال تاني يموتوا ولا مستشفيات هتتقصف. معقول الجيش المصري مش عايز يدافع عن اخواتنا؟ ده كلام ناس كتير الشجاعة واخداهم وفاهمين الموضوع بشكل غلط، وبيتعاملوا مع كلمة حرب كأنها خناقة في حارة، والجيش هيدخل بالسلاح يضرب واخواتنا ينزلوا الشوارع يتصوروا مع الدبابات المصرية ويعملوا علامة النصر، ونروح كلنا نصلي في القدس ونقول تحيا القومية العربية ومصر أم الدنيا وواقفة جنب اخواتها، ونفضل نعمل قلوب لبعض. لكن حيلك انت وهو، لو اللي بيتقال ده حصل هنحتفل اننا نصرنا اخواتنا وهنهلل ونقول الله أكبر وكل الحاجات الحلوة دي، بس بعد ساعات قليلة هتكون أمريكا اللي قواعدها حوالين مصر من كل حتة بتحضر لنا دمار شامل، وبركان من نار هياخد معاه الأخضر واليابس. لأن ببساطة الموضوع مش الجيش أبو نجمة وبس، أمريكا هي الراعي الرسمي لكل اللي بيحصل، ومحدش في العالم يقدر يجي على ماما أمريكا، مش عشان جيش مصر ضعيف ولا أي حاجة، لكن عشان أمريكا إيديها طايلة في كل حتة. عايز تفهم أكتر يعني إيه إيديها طايلة؟ أنت عارف إن أمريكا عندها أكبر قاعدة عسكرية خارج بلادها في دولة قطر؟ طب أنت عارف إن كل الدول العربية اللي حواليك فيهم قواعد عسكرية أمريكية؟ يعني ببساطة لو مصر وقعت مع أمريكا في حرب في أقل من ساعة واحدة أنت هتكون كل حدودك محاصرة من كل الدول العربية اللي حواليك، بس اللي محاصرك مش الدول العربية دي أمريكا بنفسها، والفضل يرجع لقواعدها العسكرية اللي عبارة عن جيوش كاملة بمعدات متطورة جدا عقلك مش هيوصل لها أصلا. وفكرة وجود القواعد العسكرية في البلاد العربية دي مصدر قلق في حال حدوث حرب، لأن السلطة الكاملة بتكون لأمريكا في قواعدها العسكرية. ومثال بسيط لكل الناس اللي عايزة تسوح مصر، فحرب الله أعلم هتودينا على فين وهيحصل لنا إيه بسببها لو لا قدر الله حصلت. والمثال ده بسيط، تخيل مصر ضربت البعدة ضربة عسكرية وقطمت وسطهم، هتلاقي أمريكا بترد عليك من الأردن لأن فيها قاعدة عسكرية أمريكية، والكويت فيها قاعدتين، والبحرين فيها قاعدة، وكل ده في كفة والسعودية في كفة. يعني هتلاقي السعودية بتضرب فينا من ناحية لأن فيها قاعدتين عسكريتين أمريكيتين، ده غير إنها حاليا بتعتمد في تسليحها كله على أمريكا، يعني ما ينفعش تقول لهم حتى كلمة لأ. ده غير الإمارات اللي هتضرب من ناحية تانية، الكويت والعراق وقطر من ناحية تالتة. المشكلة مش هنا بس، المشكلة إن العراق لوحدها فيها 7 قواعد، تخيل العدد. وقطر فيها أكبر قاعدة أمريكية عسكرية بره أرض أمريكا. والمصيبة الكبيرة هي ليبيا، لأننا لينا معاها أطول حدود، وليبيا فيها أكبر قواعد عسكرية لحلف الناتو، والحلف ده مكون من 28 دولة أوروبية على رأسهم بريطانيا وأسبانيا وألمانيا وتركيا وغيرهم، والقيادة بتاعتهم في إيد أمريكا برضو. وما تقولش لا مستحيل الدول العربية يعملوا كده ويضربوا فينا، لأن طبعا الدول العربية دي مش جيشها اللي هيضرب فيك، دي قواعد أمريكا اللي فيها حاجات ما تجربتش لسه على بشر، هتجيلك من كل اتجاه حرفيا. لكن مصر دايما كبيرة، مصر فيها صوت العقل اللي بينتصر دايما، والعقيدة اللي عندنا إننا ما نحاربش غير لو حد اعتدى على أرضنا، غير كده صوت العقل هو اللي بيتكلم. مصر في أزمة إخواتنا في الوقت الحالي اختارت إنها تكون الدولة الوحيدة اللي تتكلم وتحل وتقدم مساعدات، والكل بيسمع لنا لأننا بنتكلم من مصدر قوة. مصر لو اتجرت لحروب وخراب مش هيبقى في حد في المنطقة العربية عنده القدرة إنه يتكلم ويتفاوض. عشان كده مصر اختارت الدور ده في الوقت الحالي، لأنها ببساطة ضمير الأمة العربية والعقل اللي بيتدخل عشان يحل كل المشاكل. تحيا مصر بجيشها وشعبها وحكمتها.